القصة طبعا حصلت حقيقية، ظهر نقلا عن الدكتور يقول رحت استلم راتب تقاعد للوالد. يقول احنا ماسكين طابور انتظر الشاب اللي واقف على الكاونتر او المسؤول انه يخلص معاملتنا. بينما احنا في الانتظار يقول جاء واحد من البادية يدف، انسان معوق عنده شلل رباعي، فاللي يدف العربية كلم المسؤول قال له هذا جبت لك الرجال مثل لحما ودما. قال شبي فيه اقلع برا، انا قلت لك ابي ورق، اقلع برا يلا. ودف العربيه وطلعها. وحنا على ما نشتغل يخلص اوراقنا، اثري هذا الرجال اللي دف العربيه ياخذ الرجال وراح الى المدير مباشر. قال يا اخوي هذا اللي صار فينا وهذا اللي صار، حنا نبي ورقه حتى نوديها الى المستشفى يكتبون تقرير ونجيبها لكم، انتم طالبين تقرير من المستشفى عن الحاله. الرجال جينا وطردنا. قال ولا يهمك هذه ورقه ودها له. واحنا واقفين كان يجي قال تفضل هذه الورقه من المدير. يقول كان ياخذها وينطلها. قال انا ما ابي اوراق ولا ابي شيء، يلا مع السلامه. فيقول سبحان الله بعد 9 سنين يقول انا اداوم في الليل في الصيدليه، واذا فيه شباك يقول جاني احد الاشخاص معاه وصفه، قال اذا سمحت اصرف لي هذا الدواء. فصرف له. يقول انا اشوفه من الشباك ولا الدواء كله عباره عن اجهاض، حاله اجهاض. يقول انت فاعل، قلت سلامات ما تشوف شر تفضل. استأنس من حديثي فتكلم معي قال يا دكتور بطلبك طلب ممكن تساعدني؟ قال تفضل. قال دكتور لفيت العالم كل دول العالم، السعوديه كلها لفيته، ابي اذا تعرف مركز، تعرف دكتور، تعرف مستشفى في كل دول العالم بانحاء العالم، ما عندي مشكله. انا الان هذه 7 مرة يحصل اجهاض مع زوجتي. فيقول ناظرته عرفته، قلت له شوف انا بعطيك وصفه ولكن ما هي طبيه. قال تفضل اذا تفيدني. قال نعم تفيدك. قال انت ما تشتغل مصلحه التقاعد؟ قال بلى اشتغل مصلحه التقاعد. قال حصل موقف وانا كنت موجود وانت موجود وما انسى شكلك. قال تذكر في جاك انسان معاق وذكر بالسبب. قلت له انقلع برا اطلع، ودفيت العربيه. اذا تاخذ نصيحتي راح ابحث عن هذا المعاق واطلبه يستسمح من عندك وسيشفيك الله ويشفي زوجتك. فيقول اخذ الكيس بزعل كذا وطلع. فهذه يا اخوان القصه يعني فيها عبره. ترى في ناس الان ربما يعانون من 50 سنه في خطأ ارتكبه قبل 50 سنه، في اخطاء ما يمكن تنتهي الا بعفو صاحبها. وكثير كثير كثير لدينا من الاخبار هذه.